محدش النهارده ساعد النادي الاهلي، اللي ساعد النادي الاهلي لعيبه نادي الزمالك. جول ياسر ابراهيم جول مليون في الميه، لان تريزيجيه كان مسابق ياسر ابراهيم، فالكره مش اوفسايد والكره جايه بجنبه، فالجول 100% جول. اللي ساعد النادي الاهلي النهارده لعيبه نادي الزمالك، ودايما بتعمل الحركه دي لما الاهلي يبقى مرمي في اخر الدوري وممسوح بيه النجيله، لعيبه نادي الزمالك اللي بتعطل نفسها عشان الاهلي يرجع ينافس في الدوري تاني، وبتديله فرصه يرجع ينافس في الدوري تاني. اللعيبه ما عندهاش روح، ما عندهاش شخصيه نادي الزمالك. يا راجل ده لو واحد واقف في ظهري وبيدعمني وبيسندني، ويا اما موتي يا اما خذلانه، اختار موتي طالما واقف بظهري وبيدعمني. يا راجل واقف معاك جمهور من الملوك، جمهور من المثقفين، جمهور عظيم بيدعمك ويسندك ويهيئ لك كل الطرق، وانت تلعب بالمستوى المتدني ده ليه؟ يا راجل انت لو اتغلبت وعملت اللي عليك هنضرب لك تعظيم سلام. لكن للاسف بتلعب بمنتهى الاستهتار، فريق نازل بكل سهوله تكسبه سكور، تتعادل معاه، عمال تضيع نقط بمنتهى الاستهتار، وخليت اللي يسوى وما يسواش يتريقوا علينا. اتفرج كده. بيقول لك تعالى كل لمونه، ده الزمالك اتعادل مع الجونه. بيقول لك يا زمالك ده فوق الراس، تشكر وتسلم يا سيدي الناس. اللطايف والقطايف، انتوا كلاعيبه المسؤولين عن الموضوع ده، والله العظيم بجد. فين شخصيه نادي الزمالك؟ فين احترام الجمهور اللي ساب شغله وساب اكل عيشه وساب اهله وساب ناسه واتفرغ لك وقطع تذكره وراح دخل الاستاد قبل ما انت تصحى من النوم اصلا ومستنيك عشان تفرحه؟ ازاي تكسر بنفسه بالطريقه دي؟ انت كلاعب ازاي بتبص للمرايه وانت خذلت كل الجمهور ده؟ الاحساس ايه عندكم بجد؟ اتمنى انكم تعوضوا الهبل والعبط اللي انتوا عملتوه ده وتفرحونا في ماتش الاهلي. يا ريت يعني لو عايزين تصالحوا الجمهور.